السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنبدأ نعمل مشروع عملي على NPM. وبدون كلام كتير يلا بينا. في البداية بس صديقي عايز أوضح نقطة معينة، وإني في الفيديو اللي فات قلت إن النود موديول ديت حاجة تبع نود، بس لا، هو مش تبع نود، هو تبع NPM. أو NPM هو اللي بينشئ الفولدر دوت عشان يضيف جواه المكتبات اللي احنا بنثبتها، زي نود موديول، زي نودمون، زي اكسبريس وغيرها. يعني أي مكتبة احنا بنثبتها هي بتضاف جوه الفولدر ده. دي النقطة كنت حابب أوضحها قبل ما نبدأ في المشروع بتاعنا. يلا بينا نخش في المشروع. أول حاجة عايزين نعمل فولدر للمشروع بتاعنا، يبقى اسمه مثلا simple O2B، وهنشرح يعني ايه O2B، بس نخش في المشروع بتاعنا الأول. نجيب CMD وكود دوت عشان يدخلنا على المسار ده. كلام جميل. اللي بقى التابة دي بيس كود مش محتاجينها. اللي ده برضو اللي دوت بتاع ده كده بتاع التيرمينال. اعمل زوم يا يحمل. نكتب هنا npm init dash y. طبعا هو بيحمل لسه، هو كتب اهوت npm نعمل لنا الباكج جيسون هنا. كلام جميل. ده اسم المشروع بتاعنا، ممكن نغيره كمان شوية. نعمل طبعا فولدر، قصدي فايل باسم اللي يكون يعني الملف الرئيسي يعني بتاعنا. تقدر تغيره براحتك عادي يعني، مش مشكلة. طبعا دوت هنخليه عشان نشغل السيرفر بالسكريبت على npm. نكتب نود index.js، ده مثلا نخليه كلام جميل. طبعا هنا اكتب اسمك، انا هكتب انا اسمي محمد شحاتة. طبعا ده خليها MIT، تقدر تختار برضه التلخيص اللي انت عايزه. طبعا احنا هنستخدم موديول عشان هنستخدم الإصدارات الحديثة يعني. وبمناسبة الإصدارات الحديثة، أنا عايز أقول لك إن إحنا عندنا الإصدارات من أول واحد لحد ES 14. وطبعا كل إصدار فيهم نزل في سنة معينة. يعني مثلا الإكما سكريبت 6 دي نزلت 2015، وفي اللي نزل في 2016، وفي اللي نزل في 2017، وهكذا. كلام جميل. عايزين بقى نوضح حاجتين كمان. حاجة اسمها ماس دوت فلور، وحاجة كمان اسمها ماس دوت راندوم. خليها بس في كومنت عشان مبقاش فيه ايرور. كلام جميل. دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه؟ بص، ديت الفلور لو انت عندك رقم 4 مثلا دوت 25 دوت، بتحوله لك لأقرب رقم تحت. يعني ايه لأقرب رقم صحيح تحت بقى؟ اللي هو 4، يعني هتشيل لك الكسر دوت وتسيب لك الأربعة. كلام جميل. عندنا مثلا لو رقم تاني مثلا 5.69 مثلا، ده هتحوله لك لكام؟ هتحوله لك ل5، لأسفل رقم صحيح، يعني معنى كده هحوله لك ل5. كلام جميل. طب الراندوم دي بتعمل لك أرقام عشوائية من الصفر لحد أصغر من الواحد. أي رقم عشري من الصفر لحد أصغر من الواحد، زي مثلا صفر دوت أي رقم مع عادي كده، أو مثلا صفر كده، يعني فاهم؟ يطلع هنا فوق أي رقم عادي. معلومة بقى عشان هي حاجة هنحتاجها في المشروع دلوقتي. أنا مثلا لو محتاج أجيب الرقم دوت هنا، أو مثلا محتاج بدل ما هو بيعمل لي من صفر لأصغر من الواحد، لأ أنا محتاجه يعمل لي من صفر لأصغر من العشرة، بحيث إن يكون في أرقام صحيحة. فإزاي نعمل الكلام ده إزاي؟ بكل بساطة هنضرب الأرقام دي في عشرات. اضرب في 10، انت بتخلي الارقام دي تتحرك لليسار. يعني بتشيل الخمسة دي من هنا كده وتحطها هنا، ونفس النظام هنا برضه تشيلها من هنا وتحطها هنا، تتحرك لليسار. لو ضربت في 100 هتعمل نفس النظام برضه، هتشيل الأربعة دي من هنا وتحطها هنا، وهنا نفس النظام، هتشيل الأربعة دي من هنا وتحطها هنا. كلام جميل. تعالى بقى نخش في المشروع بتاعنا. أول حاجة هنعمل الفانكشن بتاعتنا هتبقى اسمها generate O2B. نعرف يعني ايه O2B دلوقتي، بس اننا نفتح البادي بتاع الفانكشن وكلام جميل. وطبعا احنا محتاجين نعمل اكسبورت ديت حاجه تبع الاي اس 6 برضه. دي بتعمل استخراج للملف، يعني تستخرج الملف من الفايل بتاعه، عشان لو حبيت تعمله امبورت في اي مكان بتعمله بكل بساطه عادي. كلام جميل. يعني ايه بقى اوتو بي؟ الاوتو بي دي باختصار هو اختصار لي تايم 1 بس
باسورد. كلام جميل. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا لما بتيجي تخش مثلا على فيسبوك او اي منصه عموما، لما بتيجي تكتب الايميل بتاعك بيبعتوا لك كود تفعيل على الايميل عشان يتاكدوا ان الايميل ده بتاعك فعلا مش ايميل حد تاني مثلا، او انت ايه سرقه او عامل فيه اي حاجه. فالاوتو بي دوت هو رمز التفعيل بقى. احنا عايزين نعمل رمز عشوائي على حسب الارقام اللي المستخدم هيكتبها لنا هنا. يعني مثلا المستخدم لو عايز يعمل رقم عشوائي مكون من 5 ارقام، فهو يمر لنا ال5 هنا واحنا نعمل له رقم عشوائي على اساس الرقم ده. كلام جميل. فاحنا اول حاجه محتاجين اللينس. ومثلا نخلي مثلا الديفولت بتاعه 6. لو المستخدم ده ما كتبش رقم يعني يبقى الديفولت بتاعه ايه 6. كلام جميل. محتاجين نعمل بقى ايه متغير اسمه ليت، من نوع ليت قصدي، اسمه O2B. ايه وهنخليه فاضي في الاول، وهنعرف ليه خليناه فاضي في الاول. عايزين نعمل كمان متغير اسمه digits. والمتغير ده هيبقى فيه الارقام من 0 لحد 9. ليه طيب الارقام من 0 لحد 9؟ لان دولت الارقام اللي تقدر تعمل منهم اي رقم موجود في العالم. كلام جميل. عايزين بقى نعمل لوب بقى، نعمل فور لوب ان let i بيساوي 0، i اصغر من اللينس i بلس بلس. كلام جميل. عايزين نكتب ايه بقى هنا جوه اللوب ديت؟ اللوب ديت هتشتغل في كل لفه، وكل لفه طبعا بعدد معين اللينس اللي المستخدم هيكتبه. يعني مثلا عند الديفولت هنا 6، يعني يعتبر دلوقتي المستخدم دخل رقم 6، فدلوقتي اللوب ده هتلف 6 مرات. احنا دلوقتي محتاجين هنا نضيف في كل مرة رقم، كل مرة نضيف هنا رقم. كلام جميل. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ هنكتب O2B بلس equal. عايزين دلوقتي نكتب digits ونفتح array. معنى array هنا ان احنا بنكتب index معين، بنختار index من الديجيتس دي. يعني ديت عبارة عن، يعني دي تعتبر array على فكرة، array من الكاركترز. كلام جميل. عايزين احنا دلوقتي لو كتبنا هنا 0 هو هيختار لنا أول عنصر، كتبنا 1 هيختار لنا تاني عنصر، 2 هيختار لنا تالت عنصر، وهكذا. كلام جميل. احنا دلوقتي عايزين يختاروا عنصر عشوائي. عايزين دلوقتي نحدد اندكس عشوائي عشان نختار عنصر عشوائي ويضيفه للاوتو بي. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنكتب ماس دوت فلور. ليه هنستخدم ماس دوت فلور؟ علشان عايزينه نستخدم ماس دوت راندوم، وقلنا ان هي بتستخدم بارقام كسريه او عشريه، فاحنا مش عايزين الرقم العشري، احنا عايزين الرقم بس. كلام جميل. فانا دلوقتي نكتب ايه؟ ماس دوت راندوم، نفتح القوسين بتوعها. في بقى نضربها في كام؟ عايزين نضربها في لينس الارقام دي اللي هو digits دوت لينس. طب ليه ضربناهم في اللينس؟ لان دلوقتي احنا قلنا لو احنا عايزين نعمل ارقام من 0 ل100 فاحنا هنضرب في 100. احنا بنفس النظام دلوقتي مجموعة ارقام مكونين من 10، واحنا محتاجينه يعمل من 0 ل10، فاحنا هنضرب الارقام في 10. كلام جميل. كده دلوقتي احنا هنعمل ريتيرج للO2B، وكده احنا الفانكشن بتاعتنا خلصت. نعمل console.log عشان نتست، نكتب generate اسم الفانكشن بتاعتنا وعايزينها تطبع او تعمل لنا 5 ارقام عشوائيين. فهنعمل كده هنا بالكلام ده ونكتب npm. بص بقى عشان عايز اقول لك على حاجه. دلوقتي احنا كاتبين هنا start. كلام جميل. احنا لو كتبنا هنا npm run start هيشتغل معانا عادي، ولو كتبنا برضو start هيشتغل عادي، بس خد بالك انه start بس. لكن لو كتبت اي كوماند تاني مش هينفع، لازم مادام start بس فهو خلاص start بس هي اللي تشتغل معاك. لكن اي امر تاني فانت تكتب قبله run. نضغط انتر، عمل لنا ارقام عشوائيه مكونه من 5 ارقام. فهنجرب 50 رقم مثلا، عمل لنا 50 رقم. كلام جميل. دلوقتي عايزين نحدث الفانكشن دي شويه تبقى احسن شويه. محتاجين نخلي الفانكشن دي تعمل حروف وارقام. نعملها ازاي؟ اول حاجه هنضيف خانه كمان واللي هي فيها الكاركترز. كونست هنا ليترز، نسميها مثلا ليترز مثلا، ونحط جواها مجموعه الحروف من A to Z كابيتال وسمول. طبعا انا مخزنهم عندي هنا في الفايل، موجودين هنا اهمت. كوبي، تعالى هنا ونضيف. كلام جميل وزي الفل. دلوقتي محتاجين نعمل حاجه كمان. دلوقتي احنا محتاجين مثلا المستخدم يختار مثلا هو هل عايز مثلا
يضيف الحاجه دي فعلا عايز يضيف كاركتر في الفانكشن ولا لا، عشان يبقى ايه يرتاح حتى في الفانكشن معاه. فمثلا هنضيف هنا بارامتر كمان اسمه اوبشنز بقى، عشان يبقى عباره عن اوبجكت هنضيف جواه شارز. هيجيب بقى الديفولت بتاعها فولس. هو بقى لو عايز مثلا يضيف كاركتر فهيخليها هو ايه، هيخليها ترو. كلام جميل. كده احنا عايزين نكتب ايه كمان، هنكتب فانكشن او مش فانكشن، هنكتب معلش هنكتب فاريبل بسيط او كونديشن بسيط، وهو يبقى اسمه مثلا كونست كاركترز. عباره عن ايه، عباره عن الاوبشنز دوت شارز. يعني على حسب دوت بترو او فولس هيعمل الاتي بقى. لو بترو فهو المستخدم كده عايز ايه، عايز اضيف الكاركتر مع الديجيتس. فهنعمل هنا هنكتب ايه letters بلس الديجيتس. كلام جميل. طب لو هي فولس زي ما هي كده زي الديفولت يعني، هيبقى هنعمل الديجيتس بس. كلام جميل. وهنمرر طبعا الكاركترز ديت، نمررها هنا وهنمررها هنا عشان اللينس بتاعها. كلام جميل. كده الفانكشن اشتغلت معانا. تعالى كده نجرب بس الاول كده. هو بيعمل لنا ارقام عشوائيه مكونه من 5 ارقام. تعالى بقى نضيف بقى اوبشنز، مش اوبشن، هنكتب هنا نفتح اوبجكت نختار تشارز بترو. تعالى هنا نشوف هيعمل ايه. طبع علينا حروف كابيتال وسمول وفي رقم موجود في النص. طبعا لو كتبنا 50 هيطبع علينا برضو سترينج مكون من 50 كاركترز على حروف بقى كابيتال وسمول، والدنيا زي الفل. كده كل حاجة جاهزة معانا. فاضل بس ان احنا نرفع المشروع بتاعنا على NPM. نرفعه ازاي؟ اول حاجة انت هتعمل حساب على NPM. مثلا هنا NPM لوجن مثلا، هتنشئ حساب، هتخش هنا وتنشئ حساب. وطبعا عشان ننشئ حساب هيدخلنا الحساب بتاعه على طول. كلام جميل. هو انت هتعمل حساب بقى، تكتب بقى اسمك وكده، حساب عادي يعني. وهتيجي هنا تكتب NPM لوجن لما بعد ما تعمل حساب. هنا دلوقتي بيقول لك press enter to open in the browser، يعني هيفتح الكلام ده في الايه، في المتصفح. طبعا هيبعت لك كود على الايميل بتاعك، هتكتبه. انا هكتبه وارجع لكم على طول. طبعا بعد ما تكتب الرقم اللي جاي لك هيجيب لك الصفحه ديت كده، انت خلاص دخلت. هتلاقينا حتى عمل لك هنا لوجد. كلام جميل. دلوقتي احنا محتاجين نرفع المشروع بتاعنا، بس خد بالك لازم ان الاسم ده يبقى يونيك، يعني الاسم ده مش موجود على NPM قبل كده، عشان لما تيجي تنزل المكتبه ما يبقاش ايه في اكتر من اسم شبه بعض يعني. فالاسم ده ممكن احتمال يبقى موجود، فاحنا عايزين نكتب مثلا بروجكت، ومثلا نكتب 1 2 3 مثلا، بحيث ان يبقى ايه يعني نتفادى ان مبقاش الاسم ده موجود على NPM. ونكتب بقى NPM publish واضغط انتر. كده هو بيرفع معانا المشروع. كلام جميل. هو رفع المشروع على NPM. نستخدمه بقى ازاي؟ تعالى بعمل لي كومنت لكل ده. كده المكتبة خلاص اترفعت على NPM. اول حاجة هنكتب NPM install واسم المكتبة بتاعتنا واللي هي دي. اعمل بس مسافة بين الانستول ودوت انتر. استناها تنزل. مساء الحال يا رب. النت في مصر يعني ما شاء الله أسرع من سرعة الضوء. طبعا أنا وقفت التسجيل وبدأت تاني عشان المكتبة طولت شوية بسبب النت يعني. كلام جميل. دلوقتي احنا عايزين نعمل import للمكتبة دي. نعمل import ونفتح object كده، نكتب from اسم المكتبة بتاعتنا. تعالى بقى هنا ايه، اعمل بقى كنترول سبيس كده، هتلاقي مفيش غير الفانكشن دي اصلا موجود. كلام جميل. عايزين بقى نستخدم الفانكشن دي نشوفها شغاله ولا لا. نكتب console دوت log اسم الفانكشن generate auto be مثلا 5. شوف هتشتغل معانا ولا لا. نكتب هنا دلوقتي، على فكره احنا عاملين كومنت للكود بتاعنا تمام، يعني ده بس اللي هيشتغل. كلام جميل. هنكتب هنا npm start.
عمل لنا ارقام عشوائية، كلام جميل. طب دلوقتي عايزين نجرب نضيف شارز، خليها بترو، وخلي لي مثلا الارقام 50 رقم. شوف كده، كلام جميل. وهنا دلوقتي طبعها مرتين تقريبا، ولا متهيألي؟ استنى كده اجرب تاني. ده طبعها مرتين. تعالى هنا كده نشوف في ايه. بص بقى، بص عشان في غلطة احنا عملناها. احنا بص، احنا كتبنا رفعنا المشروع بتاعنا وفي كونسول موجود هنا، فهو بيطبع اللي في الكونسول وبيطبع اللي هنا، فدي مشكلة عايزين نعمل لها ابديت بقى. اول حاجة دلوقتي عايزين نشيل بقى، نشيل الكود ده خالص، ناخده كنترول اكس كده، رجع الكود ده زي ما كان. نرجع من اول هنا كده، طبعا شيلنا الكونسول ديت اللي عملت لنا المشكلة دي، شيلها خالص واعمل وسيف، وتيجي هنا على الباكج هتحدث بقى الاصدار. كلام جميل. تعالى بقى هنا نعمل npm publish تاني، npm publish، واضغط انتر، سيبه يحمل يرفع التحديث. كلام جميل كده، رفع التحديث. عايزين بقى نعمل ايه؟ نعمل npm uninstall الاول للباكج اللي عندنا اللي احنا ثبتناها، نعملها uninstall بعدين ايه نثبتها، بحيث ان ما يحصلش ايه مشاكل تاني. كلام جميل. نثبت بقى npm install، شيل ال ديت. كلام جميل كده، نزلت معانا. اعمل بقى وقف دوت، مشكلة انا ما كده. ماشي، ما علينا، هنكتب تاني، نكتب import from المكتبة بتاعتنا، ونكتب على بقى تحتنا كده console.log generate، نكتب مثلا 25 بلاش 50، ومثلا char بترو. شوف هيبقى مظبوط ولا لا. npm start بقى، npm start enter. كلام جميل. البتاع ما تكررش معانا اهوت. المشكلة كانت ايه؟ ان احنا كنا عاملين كونسول بس. نجرب مثلا على ارقام بس، ونقول بسم الله، اشتغل وكلام زي الفل. وبس يا صديقي، كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. وان شاء الله لو قدامك بقى حصل معاك ولا حاجة، اي ايرور او اي اخطاء، ما تنساش تقولها لي في الكومنت، او في اي جروبات من اللي احنا عاملينها على فيسبوك او تليجرام. وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد يا صديقي. سلام.